السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وطبعا في بداية الفيديو وزي ما اتعودنا ندعي اخواتنا في فلسطين ان ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم ويداوي جرحاهم وينصرهم ان شاء الله، انه ولي ذلك والقادر عليه. انا بس كنت عايز اتكلم في نقطة مهمة جدا، بعيدا عن كرة القدم، بعيدة كل البعد عن تحليل الرياضة او الكلام في الرياضة. لكن دلوقتي انا بفتح التليفون الصبح ولقيت واحد، كنت ناشر فيديو بالليل، فبفتح التليفون الصبح لقيت واحد معلق لي على الفيديو. طبعا ما رضيتش اعمل سكرين وكده، فلقيت واحد معلق لي على الفيديو بيقول لي: هو انت بتنقل الكلام من علاء صادق؟ هو انت ازاي بتعمل كده؟ انت ما عندكش ضمير؟ ده اللي قاله لي بالنص، ده اللي قاله لي في التعليق بالنص على الفيديو اللي انا هوريه لحضراتكم حالا، وانتوا تحكموا وتشوفوا هل انا بقلد علاء صادق، وهل انا هكون زي دكتور علاء صادق. يعني بيتهيألي يعني طبعا كل واحد ياخد حقه، والراجل طبعا انا ما بشوفش، يعني مش شايف حد على الساحه بجد زي الراجل ده. دكتور ومن زمان وانا بتابعه. انا مش هقول لك انا مش بتابعه، انا بتابعه، ولكن فين وجه التشابه في الفيديو اللي انا عامله والفيديو اللي الدكتور علاء صادق بيعملوه؟ انا عايز اشوف بس فين وجه التشابه، انا عايز اشوف فين وجه التشابه بيني وبين دكتور علاء صادق في تحليله للمباريات وكلامه واخباره وكل حاجه بيعملها. انا راجل لسه مبتدئ، ولا عنوان فيديو بعمله زيه، ولا حتى الصوره المصغره، ولا اي كلام من ده. انا بنقل خبر، كل الناس بتنقل اخبار، يمكن نفس الخبر اللي انا بنقله ده بينقله وده بينقله وده بينقله على كذا منصه وعلى اليوتيوب برضو. كل الناس بتنقل الاخبار المتداوله وبتطلع تتكلم فيها وبتطلع تنتقد. عايز اشوف فين اللي انا بعمله زي علاء صادق او دكتور علاء صادق، وفين اللي انا بقوله. ممكن تتفرج على الفيديو وتحكم بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ندعي لاخواتنا ان ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم ويداوي جرحاهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. مباراة الاهلي وبلدية المحلة غدا في الدوري ان شاء الله. مارسيل كولر بيعلن قائمة الاهلي لمباراة بلدية المحلة في الجولة ال 22 من الدوري الممتاز اللي هتقام على ملعب غزل المحلة بكره الساعة 7 إن شاء الله. وبيرجع نجم الدفاع ياسر إبراهيم لقائمة الأهلي أمام بلدية المحلة بعد غياب أكتر من شهرين ونص. ورجع كمان علي معلول وبيرسي تاو بعد استبعادهم من مباراة الاتحاد. واستبعد كولر محمد الشناوي وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا للإصابة، وعمرو السولية واحمد عبد القادر برضه للاصابه، ومحمد عبد المنعم طبعا للايقاف، ووسام ابو علي وطاهر محمد طاهر واليو ديانج لاسباب فنيه. اما القائمه اللي هتشارك في المباراه ان شاء الله هيكون مصطفى شوبير ومحمود الزنفولي ومصطفى مخلوف، ثم خط الدفاع محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد وياسر ابراهيم ورامي ربيعه ومحمود متولي وعلي معلول. اما هيكون في خط الوسط ان شاء الله مروان عطيه وامام عاشور وقفشه وكريم فؤاد واكرم توفيق وكريم ندفيد وكريستو وحسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو. اما في الخط الهجومي هيكون محمود كهربا وانطونيو موديست. يعني الاهلي كده بالقوه الضربه. قائمه الاهلي جباره الصراحه، بس ربنا يبعد عنهم الاصابه قبل النهائي ان شاء الله. اتمنى بقى يا كولر تريح شوبير وتلعب بالزنفولي. بلدية المحلة في الفترة الأخيرة عاملة نتائج سلبية جدا وسيئة للغاية. يعني ممكن تريح لاعيبة كتير جدا، عندك قفشة ممكن يبدأ، وعندك خالد عبد الفتاح، وعندك كريستو وكريم ندفيد، كريم فؤاد برضه ممكن يبدأ. لازم تلعب الناس دي علشان بقدر الإمكان نقلل الإجهاد عن اللاعيبة الأساسيين، وكمان منعا لحدوث أي إصابات لا قدر الله، لأن خلاص فاضل أسبوع ان شاء الله ونلعب مباراة الذهاب في تونس مع الترجي. ويا ريت نحاول نهتم بالضربات الحرة ونستغلها، لانها هتكون عنصر مهم جدا في مباراة النهائي امام الترجي باذن الله هنا وهناك. وافضل تشكيل ممكن يبدا بيه كولر مباراة البلدية ان شاء الله هو محمود الزنفولي حراسة المرمى يديله فرصة، وعمر كمال ظهير ايسر، وكريم فؤاد ظهير ايمن، وقلبي دفاع ممكن محمود متولي وخالد عبد الفتاح لعبها في كاس العالم. اما في خط الوسط ممكن يبدا بكريم ندفيد واكرم توفيق، وقدامهم محمد مجدي قفشه، وفي خط الهجوم بيرسي تاو جناح يمين، ورضا سليم ممكن يلعب جناح شمال، وكهربا مهاجم صريح. وكل التوفيق للنادي الاهلي في البروفه الاخيره قبل نهائي دوري الابطال،
وفي نهايه الفيديو يا ريت ندعي لاخواتنا ان ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم ويداوي جرحهم انه ولي ذلك والقادر عليه. وما تنساش يا صديقي تدعمني بلايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان اقدر استمر بفيديوهاتي، والسلام عليكم.